السلام عليكم، يا رب تكوني بخير. لو ما كنتيش شفتينا قبل كده، انا صفاء. تعال ندخل الفيديو ونشوف النهاردة هنعمل حاجة جميلة مع الجو الجميل، جو الغيوم. سبحان الله على الغيوم، شكل رائع. سبحان الله، هنعمل حاجة حلوة تدفينا وكمان تشيليها رمضان، في وصفات رمضان. طبعا مش هنفرزها، لكن هنخليها في وصفات رمضان، هتبقى جميلة جدا. تغيير عن الكنافة والبسبوسة والجلاش والحاجات اللي هي بالسكر. دي حاجة طبيعية جميلة. جبت 3 كوبايات لبن يا بنات، وحطيت عليهم 3 وحدات من البطاطا، قشرتهم، غسلناهم كويس وقشرناهم. وحطيت كمان، قطعتهم تقطيعة صغيرة عشان تستوي بسرعة. وحطيت 3 معالق سكر. لو السكر طبعا يرجع لك، عايزة تقللي عايزة تكتري براحتك، عايزة تعمليها من غير سكر خالص تكتفي بالسكر بتاع البطاطا، برضو حاجة ترجع لك. هسيبها لغاية ما تستوي. بص شايفين يا بنات، انا لغاية ما مسكتها اتهرست في ايدي. كمان هحطها، ممكن هتعمليها بهرسة البطاطس، انا استسهلت وعملتها بالهاند بلندر. اهم حاجة توصل تكون ناعمة. لو بهرسة البطاطس المفروض تكون ناعمة، لان دي مهلبية. بس هحط نص كوباية سكر، نص كوباية لبن، وهحط فيها معلقتين نشا، معلقة واحدة اللي بانت في التصوير، معلقة تانية طبعا حطيتها. ونكتفي بيهم وهنقلبهم على نار هادية لغاية ما تستوي وتديني قوام المهلبية. الطريقة دي زي ما احنا شايفينها، قوام ناعم وكريمي جميل، لان كمان استوت في اللبن فجميلة جدا. هحطها في الكاسات، جميلة وريحتها روعة. لو انتي عايزة تحطي تاكليها وهي دافية كده جميلة، لو عايزة تركنيها في التلاجة برضو جميلة. هتبقى بعد الفطار في رمضان خطيرة خطيرة. جربيها، هتدمنيها مش هتبطليها. هتشيلي البطاطا في الفريزر، تسويها وتشيليها عشان تعملي الوصفة دي. يا رب اكون عطيتك فكرة جميلة النهاردة من وصفات رمضان والايام العادية وايام الشتاء اللي احنا فيها. كل سنة وانتم طيبين.